إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وخليله، صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متداوما إلى يوم الله وارضى من عليها. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته الكرام أحباب الله، نواصل الكلام عن أهم الكلام في العقيدة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها وأن يكون عليها. وقد لاحظنا في هذا الزمان مخالفات شديدة من المسلمين في العقائد، فكان ينبغي علينا ويجب علينا أن ننبه على هذه الأخطاء وعلى هذه المخالفات، خاصة أنه قد شد عليها الصغير، بل والعياذ بالله من المسلمين من مات عليه. نريد بداية عباد الله قبل أن نكمل هذه المخالفات أن نثبت عقيدة يجب على كل مسلم أن تأتي في قلبه بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة هي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى هو الرازق، وأنه سبحانه وتعالى هو المحيي المميت، وأنه سبحانه وتعالى هو الضار النافع، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. يعلم عدد نجوم السماء، ويعلم عدد أوراق الأشجار، ويعلم سبحانه وتعالى ما أظلم عليه الليل وخرج عليه النهار، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى وما تضمره النفوس سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء. فسبحانه وتعالى هو الخبير، هو العليم سبحانه وتعالى، هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، هو الذي لو أراد شيئا كان بقدرته سبحانه وتعالى، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، يقول للذليل ويريد له العزة فيعز، يريد من العزيز أن يذل فيذل، يريد بالغني أن يفتقر فيفتقر، يريد بالفقير أن يغنى فيغنى بقدرة الله سبحانه وتعالى، يريد للصحيح أن يمرض فيمرض، ويريد للمريض أن يشفى فيشفى بقدرة الله سبحانه وتعالى. لا تقف أمام قدرة الله أي قوة في الأرض وأي كبرياء أي أحد في الأرض، فالله سبحانه وتعالى هو القوي المقتدر المتعال سبحانه وتعالى. أقول كل ذلك حتى تأتي في قلوبنا هذه العقيدة
التي من الممكن أن تتخلخل، ومن الممكن أن تضعف في قلب المسلم فيها، وذلك بسبب أن غالبية الناس لا يتعلقون بالله، ولكن يتعلقون بالأسباب ويتعلقون بأمور الدنيا، وربما كما نقول اتعدينا منه وأصبنا بهذه العدوى منهم، فنفعل ما يفعلون ونتكلم ما يتكلمون ونعتقد ما يعتقدون والعياذ بالله. ولذلك أريد أن أنبه أن كثيرا من الناس يعتقد إلا من رحم الله أن رزقه في يد إنسان، رزقه في يد واحد، في يد صاحب المصنع، في يد صاحب الشركة، في يد الرئيس، الوزير، المحافظ، في يد المداول. فربما يعامل هذا الشخص وكأنه هو الذي يرزقه والعياذ بالله، وربما يتذلل إليه أكثر من تذلله لله، وكأنه هو الذي يملك حياته وموته والعياذ بالله. لدرجة أن بعض الناس يقول لك ما تقطعش عيش يا ولد، ما تقطعش عيش، أو يقول لك أنا أقدر أقطع عيش. كبرياء وتكبر والعياذ بالله واستعلاء، وجعل من نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. من هذا الذي يملك أن يمنع عن إنسان الرزق أو يقطع عن إنسان الرزق إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور أن بعض النساء مثلا بسبب الجهل وعدم تعلمها للدين وللعقيدة جاء في قلبها أن الرازق ليس الله، ولكن الرازق هو زوجه، ولذلك ما إن يموت والعياذ بالله الزوج إلا وتجد الألفاظ التي تخرج لا تعبر إلا عن امرأة لا تؤمن بأن الله هو الرازق، بل تؤمن بأن زوجها هو كان الرازق. البيت الخراب، من اللي هيربي العيال، من اللي هيربي العيال، من اللي هيجيب، من اللي هيكسب؟ نعوذ بالله من غضب الله. وهذا ما نجده من الجزع الشديد والضغط الشديد من النساء في المصائب عند موت الزوج أو الأب والعياذ بالله. لنعلم نساءنا عباد الله بالله عليكم، نعلمهم أن الرازق هو الله، وأن الذي هو الذي يرعى الله والذي يحفظ هو الله، ولست أنا إلا ساعي يعطيني الله الرزق لآتيكم به. أتكسر المال الذي رزقني الله به لآتيكم به، فإذا مت فلن ينقطع رزقكم إلا بموتكم. نعلمهم وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعلمهم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق إنسان إلا وكتب له رزقه، ولا بد أن يوفيه الله سبحانه وتعالى هذا الرزق. كذلك عباد الله في شدة المرض من الممكن أن يجد بعض الناس وهو في شدة المرض ربما لا يتذكر أن يدعو الله أو يدعو الله، ولكن يأتي في نفسه وفي ضميره إن ربنا مش هيشفيني، أو ربنا يمكن ما يقدرش يشفيني. بل من الممكن للأسف، وهذا ما ربما نسمعه في هذا الزمان، أن بعض هؤلاء ربما يتلفظ وهو يكلم الله بألفاظ لا تصح أن يتكلم بها الإنسان مع المدير بتاعه
أو الرئيس بتاعه. فما بالكم بالله سبحانه وتعالى؟ من الممكن يقول له أنت ما سمعنيش، أنت ما شايفنيش، تعبان يا رب، بدعيك يا رب، وكأنه بيشاهد وكأنه لا يعلم من هو الله سبحانه وتعالى. تعبت يا رب. إذا كان هذا الكلام شكوى إلى الله ربما تجوز، ولكن أن تكون اعتراضا على الله وتسخطا على الله وسوء أدب في مخاطبة الله فلا يجوز. أنت يا رب يعني ما شايفنيش زمان؟ طب ما في فلان وفي فلان. كهذه الألفاظ التي من الممكن أن تندرج أيضا تحت سوء الخطاب مع الله. واحد مخاصم واحد فتيجي تقول له عايزينكم تتصالحوا، يقول لك والله لو نزل ربنا من السماء مصالحه. من أنت حتى تتلفظ بهذه الألفاظ لله سبحانه وتعالى؟ ده لو غضب السماء على الأرض. نعوذ بالله من غضب الله. هذا ظلم والعياذ بالله أن يقسم الإنسان أو يقول مثل هذه الألفاظ وهو لا يعلم أن هذه الألفاظ تصيب لله سبحانه وتعالى. فعلينا عباد الله أن نراقب ألفاظنا مع الله سبحانه وتعالى، خاصة وقت الغضب، أو خاصة وقت الحزن الشديد، أو خاصة وقت المزاح. من الممكن تلاقي شوية شباب هم بيضحكوا مع بعض وبيمزحوا مع بعض يتكلمون بألفاظ تسيء لله، تسيء النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الممكن أن يستهزئون ببعض الصحابة أو القرآن بنية إن هم بيضحكوا. مثلا زي ما بعضهم ما يعجبوش يعلي حاجة على باب الدكانة بتاعته إلا أن ياخذ آية من القرآن ويعلقها. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إيه هو الشراب الطهور اللي عندك يا عم الحاج؟ ده دي عم الجنة. طب إيه الجنة اللي عندك أنت؟ هيكون إيه؟ من الممكن يكون يكتبها على باب، يعني معسل شراب طهور، من الممكن يكتبها على خمارة، الله أعلم. لا يساوي أي شراب في الدنيا شراب الجنة. لذلك ينبغي أن نفصل ونكون واعيين كما يقولون بما نكتب. ادخلوها بسلام آمنين. دي مش مكانها دي. من الممكن أن يكتب بعض الكلمات التي تسيء. كذلك حتى من الألفاظ التي قال العلماء أنها تسيء لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي للأسف من زمان إن في أحذية وشباشب من زمان يقولوا عليها زنوبة وخدوجة، غالبا أبو الظاهر. هذه الألفاظ ما أخرجها إلا أعداء الإسلام استهزاء بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة زينب والسيدة خديجة. فإحنا ما نقولش الكلام ده، ما نقولش على أي شيء خدوجة ولا الزنوبة ولا، خاصة نسائنا ورجال أبائنا الكبار في السن اللي يمكن الكلمة لسه قاعدة في لسانهم. كذلك أعلام الله من الأشياء التي ينبغي علينا أن نتكلم عنها وهي مخالفة للعقيدة ما يحدث في هذه الأيام، خاصة في وقت الشتاء لما تكون الريح الشديد أو تنزل مطر شديد أو يكون برد شديد، تلاقي كل واحد ما عجبوش حاجة يشتم ويسب ويلعن عليه. واحد بيته على كتفه هتنزل المطر يسب ويلعن على المطر. واحد الرياح وقعت البيت ولا وقعت النخلة ولا وقعت مش عارف الثباتة بتاعته ولا العشة بتاعته ولا قرر الشغل الفروج ولا يبقى يشتم ويسب على الريح.
بل أكثر من ذلك من يسب الدهر، يسب ويلعن السنة كله، العمر كله. طبعا السب الاسم واللعن أشكال، كل بلد بتشتهر بلفظ السب واللعن. يعني عندنا احنا السب واللعن بلفظه يقطع. واحد يقول لك يقطع الشده واللي يجي بيه، يقطع مش عارف ايه، ده هي تاخد الشده، ده هي تاخد الناس كله، ده هي تاخد المطر، بيقطع وبيجاهد وبيلعب وي خاصة الدهر اللي هي الايام. بعض الناس يقول لك اليوم اسود، دي سب، دي لعن للايام وللدهر. كاليوم مش عارف ايه، كاليوم كما يقولون في المثل للاسف برضه الواصين من ايام زمان، الجبسي الابيض ينفع في اليوم الاسود. واي ايام الله سوداء، ان جاءت في ايام الله ايام سوداء لا تطول الايام الا الانسان يزوجها على نفسه. اما ايام الله فمن اطاع الله فيها كانت خيرا له فهي توصله للجنة. نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح القدسي، قلت يعني ربنا الإجابة سبحانه وتعالى، قال الله لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. ما تشتمش على السجن ولا على الريح ولا على المطر ولا على الصيف ولا على الحرب ولا على الناس، لا تسب أي شيء. لا تسب الدهر فأنا الدهر. ربنا بيقول كده باقي الحديث أقلب الليل والنهار، يعني كأن من يسب الدهر ويشتم الدهر والأيام كأنه يشتم الله. إلا لما تلاقيني انت عملت صنعة وتشتمها وتسب فيها وتعيش فيها، يبقى من الأصل بتعيشني أنا، لأن أنا اللي عملت الصنعة دي. ولله المثل الأعلى، من يشتم الأيام والدهر والسنين والطيب والنساء كأنه يشتم الله الذي أتى بهذه الأشياء. من اللي بيجيب فيه؟ الله. من الذي ينزل المطر؟ الله. من الذي يأتي بالبرد الشديد؟ الله. من الذي يأتي بالحر الشديد؟ الله. من الذي ينزل المصائب؟ الله. يبقى اليوم الانصار لما هو العياذ بالله مصيبة مثلا تنزل في يوم، ما قلتش أشتم وأسب وأشتاء من اليوم، ده بشاء من يوم كذا. ليه؟ عشان اليوم دي مثل فلان، اليوم دي ترافقت فيه من الشغل، عشان اليوم دي المرأة مش عارف تنطق، المرأة مش عارف ايه. هذه الأيام هي ظرف لمشيئة الله. يعني ظرف، يعني مكان الله ينزل فيه القدر وينزل فيه مشيئته. عشان كده برضه من الألفاظ الاستدلال المخالفة للعقيدة ان واحد يقول ايه؟ شاءت الظروف، شاءت الأقدار. بس لو شاءت الأقدار خجيلك، لو شاءت الظروف إن شاء الله يبقى نعمل كذا. هي الأقدار بتشيء ولا الظروف بتشيء. الذي يشيء والذي يقدر هو الله سبحانه وتعالى. يبقى الواحد يقول ايه؟ لو قدر الله، لو أراد الله. القدر ملوش دعوه بأي حاجة. زي الأغنية اللي غناها زمان المغني اللي للأسف لحد الآن البعض من المسلمين بيسمع له، غنى من لك ايه؟ قدر أحمق الخطى. القدر دي أحمق الخطى. يعني ايه أحمق الخطى؟ يعني الحج، يعني ماشي يعمل بمشايخ بينفش، يعمل ده ويوقع ده ويشيل ده. هو برضه كده ان القدر هو اللي ماشي المشايخ. واحد يستاهل يذكر وواحد يستاهل ما يذكروش، واحد ما يستاهلش يديله. نعوذ بالله من غضب الله. هذا الكلام ربما يكون كفر بالله. لا يشيء في هذا الكون ولا يقدر الا الله.
ليس للقدر شأن، وليس للأيام شأن، وليس للملائكة شأن، وليس للجن شأن، وليس للبني آدم شأن. الشأن كله لله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الألفاظ المخالفة جدا جدا لعقيدة المسلم والمؤمن، وللأسف إخواننا الكبار في السن وآبائنا وأجدادنا في السنة على طول. واحد ظلم إنسان فدي يسمع فيه يقول لك ما تزعلش، اللي ظلم ربنا يظلم. أنا عاوز أسأل ربنا يظلم حد؟ لا. طب ما معنى الكلام ده اللي ربنا يظلم؟ ما انت بتقول لهم اللي ظلم ربنا يظلم، ربنا مش هيظلم، ربنا هينتقم منه، هيختص منه، ربنا هيجيب حق المظلوم منه. يقولوا كده، لا نقول ربنا يظلم، لا، الله لا يظلم احد، الله حكم عدل. لو عاقب اي انسان باي عقوبه فليس بظلم من الله، بعلم الله وبحكمة الله يعلم الله ان هذا الشخص يستحق هذا. يبقى بقى الكلمة ونعلم اخواننا ونعلم النساء ونعلم ابائنا ان بلاش الكلمة دي. ده احنا بنبعد مع بعض، بنبعد مع الكبار في السن ومع المتعلمين ومع غير المتعلمين. لان ممكن كلمة زي دي تتقال ما تذكرش، اوعى تتكسف ولا تقول انا مالي، ولا هو يمكن يدرس جواه الشيخ يقولها له، لا، انظر فيما يرضي الله عليك. من رأى منكرا فليغيره، قل له حرام عليك، قل له لا يجوز هذا الكلام، وفهم لا يجوز ليه. كذلك من هذه الألفاظ لما واحد يموت بعض الناس يقول لك ربنا افتكر، أو واحد مدر يقول لك افتكار رب. أنا عاوز أسأل السؤال، يعني إيش افتكر؟ أصل الافتكار إن واحد كان ناسي حاجة وافتكرها، صح ولا لا؟ أنت ناسي المحفظة فين؟ ناسي مش عارف الجلابية فين؟ ناسي الشاي فين؟ ناسي أول ما تفتكر افتكرت في الجلاب مش عارف فين، تحت مش عارف إيه. هو كده اللي أنت حاجة وافتكرها اسمه افتكر. طب الدعاء ربنا بينزل عشان نقول على ربنا افتكر ربنا افتكار رحمة. لو قلنا هذا الكلام لنسبنا إلى الله بالنسيان، وما كان ربك نسيا. الله لا ينسى شيء سبحانه وتعالى. فهذه الألفاظ لا تجوز. وما نقول لا عم الشيخ، نقول ربنا اختار، ربنا توفى، ربنا أنزل عليه ملك الموت، ربنا إن شاء الله يرحمه يغفر له. بلاش كلمة ربنا افتكر. كذلك من الألفاظ واحد يتكلم كده وفي نص الكلام يقول لك ايه؟ لا حول الله يا رب، لا حول الله. مش هو بس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فحب يختصرها لا حول الله، لا حول. هذا اللفظ والعياذ بالله فيه نفي الحول عن الله. يعني الأصل احنا بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بننفي الحول والقوة عن أي حد إلا بالله وبيثبتوا لله. فلما واحد يقول لا حول الله يا رب كأنه ينفي الحول والقوة عن الله سبحانه وتعالى. يجي واحد منا واقف يخلي بالك من الإنسان لا يقولش لا حول الله يا رب، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. برضه من الألفاظ واحد يبقى بيمنع الخير عن الناس ودايما يصد الناس عن فعل الخير. تلاقي واحد يصد يقول ايه ده ولا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. اعتقد ان ملاحظين ان كل الكلمات دي صح موجوده. يقول لك ولا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا ودي فيها عن الشيخ، فكلنا بنقولوها.
معناها ان هو مش بيرحم، دي ماشي، مش بيرحم هو حر. طب هل هو يتحكم في رحمة ربنا عشان ما يخليش رحمة ربنا تنزل؟ لا يمنع رحمة الله إن أراد الله نزولها أحد. ربنا لو حب يرحم الإنسان محدش يقدر يمسك هذه الرحمة. يبقى ما ينفعش نقول ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، محدش يقدر يخلي رحمة ربنا ما تنزلش. يبقى يمكن نقول ولا يرحم ولا بيعصر ولا بيغفر ولا، بس من قلوب مش بيخلي رحمة ربنا تنزل. هناك ألفاظ كثيرة ينبغي علينا، زي برضه من ضمن هذه الألفاظ واحد يلاقي حاجة كده نفسه، شجرة، ناحية، زرعة في مكان ما فيهوش حد، في صحراء، في مكان كده فاضي، يعني ما فيش حد هندسة، ما فيش حد رماها. فيقول له ايه؟ وخاصة بيسمعوا الكلمة دي من الإعلاميين في التلفزيون، ونحن ننبه ألا نأخذ مثل هذه الألفاظ من التلفزيون. يقول لك في نفس شيطان. لا إله إلا الله. يعني ايه نفس شيطان؟ يعني محدش غلط، محدش حطه في الأرض، محدش رعاه، محدش زكاه، ده طالع كده منه ليه. يعني الشيطان هو اللي لبسه، هو اللي حطه، هو اللي طلعه. الشيطان لا يملك كل ذلك، ولكن الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ما نقولوش نفس الشيطان، نقول رب، نفس ربان. نقول النحلة دي ربانية، طلعت وحديها منزه ما حد يحطها. نفس إلهي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنبتها سبحانه وتعالى. فهناك ألفاظ ينبغي علينا، زي برضه من ضمن هذه الألفاظ واحد يكلم واحد فيقول له توكلت على الله وعليك. طب دي فيها يا عم الشيخ؟ ما تيجي نقول ده الله، جبت سيرة ربنا الأول، توكلت على الله وعليك. العلماء يقولوا ما ينفعش تقول وعليك، لأن الواو ده عطف، كأنك بتخليه زي ربنا مع ربنا سبحانه وتعالى، شريك لله. ثم نقول ايه؟ توكلت على الله ثم عليك. ومن الممكن بلاش هو خالص وتقول له توكلت على الله، انت تسعيني في المشوار ده، ان انت ان شاء الله تسعيني المشوار ده. ولكن ان قلت لا توكلت على الله ثم عليك فلا حرج. المهم الا نقول توكلت على الله وعليك، ما ينفعش. فهذه الألفاظ لا ينبغي للمسلم أن يتكلم بها، فهي مخالفة شديدة لشرع الله سبحانه وتعالى ولعقيدة المسلم. كذلك عباد الله من الأشياء المخالفة للعقيدة وموجودة في هذا الزمان، تلاقي واحد، خلي بالكم معايا في الحته دي، بيعمل حاجة محرمة، تقول له انت بتعمل ايه حاجه محرمه دي؟ انت مش عارف ان هي حرام. يقول لك لا، يا عارف ان هي حرام. طب ليه بتعمل ايه؟ يقول لك عشان الشيخ الفلاني ده حلال. دي يسموه ايه؟ استحلال ما حرم الله. بناء على ايه؟ بناء على الكلام اللي بيقولوه لنا من زمان، المثل برضه اللي مخالف للعقيده علمها فرض للعالم ويطلع ثاني. اي حاجه يقولون اللي لابسين عمم واللي بيقول عليهم من الازهر واللي بيقول عليهم من الاوقاف واللي بيطلعوا من المنابر وهم مسلمون، اي حاجه حرام، اي حاجه حرام يقولون عليها حلال، احلى وباطل. طب انت بالله عليك مش عارف ان هي حرام؟ يا عارف، بس هو قال لك حرام، هو اللي هيتحمل المسؤوليه. انا ما بقول لك، هو هيتحمل المسؤوليه وانت هتتحمل المسؤوليه. هو سوف يتحمل انه افتى اما من غير علم فاضل، لانه افتى من غير علم، او افتى بعلم ولكن كان يقصد الاضلال بسبب مال، بسبب جاه، بسبب سلطان، بسبب اي حاجه، بسبب شهره، عاوز يشتهر
فأبدأ بهذه الفتوى التي فيها تحليل ما حرم الله، فهو هياخذ وزنه على هذا. حتى ما كانش عم الشيخ متعمد، ما كانش عارف. الذي لا يعلم لا يفتي. انتبهوا على هذا، الذي لا يعلم لا يفتي، يقول الله اعلم ولا يتقبل الفتوى. انا ما عرفتش في الدين، ما جيت في التلفزيون بتلفون مباشر قالوا ايه حكم الامر ايه يا عم الشيخ؟ حلال. ايه الحكم ده؟ في الاخر يقول لك الكتاب تقول ما عرفتش. طب يقولوا عليه طالع في التلفزيون كده من غير ما يحضر ولا يذاكر ولا بل من الممكن ان يكون جاي مخصوص او جايبينه مخصوص عشان يفتي بهذه الاضاليل والأماطيل. عشان كده بقول لكم لا يتعمد أحد وما يفتكرش حد إن يأخذ مثل هذه الفتاوى اللي فيها تحليل ما حرم الله ويقول لك الشيخ قال خلاص، المفتي قال، مش عارف ايه قال، عم الشيخ قال، الموظف قال. وهذا تحليل ما حرم الله وفيه عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى. تخيل كده ربنا بيقول حرام ويكتب واللي أكتب لا يراه هو حلال، وكأن هذا الإنسان ينازع الله في حكمه. نعوذ بالله من غضب الله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يستحل الناس الحرى والحرير والخطر والمعازف. دي موجود وفي اللي بيمسك تحليله. يعني سهل جدا ان الواحد يقول لك المعازف والاغاني حلال، سهل جدا. ولو عايز تلاقي كتب في التلفزيون في القنوات تلاقي دلوقتي في مشايخ عقلة، في مشايخ عقلة يقول له عاوزك تبتدي كذا الفتوى جاهزه. نعوذ بالله من غضب الله ان يفتي الانسان فيما يغضب الله عليه. احد العلماء سمى هؤلاء الموقعين عن الله، اللي بيفتي به بيوقع عن ربه، زي ما نائب الوزير لما يوقع عن الوزير عشان نائب عنه. طب اللي بيفتي به بيوقع عن الله، انت متأكد من هذه الفتوى أم تفتي بغير علم؟ والعياذ بالله. رسول الله يقول يستحلون الحرى هو الزنا. يجي واحد يقول لك ايه وفي ايه جواز العرف السعالي والشباب في المدارس والكليات حلال حلال حلال. نعوذ بالله من غضب الله. وفي ايه جواز لما واحد يسافر بره وحيضر سنتين ثلاثه يتجوز واحده هناك على مين تتوان خليها قبل ما ينزل سنتين ثلاثة وخليها وينزل وما تتخلفه. وفي ايه يجوز. وفي ايه لما الممثل يتجوز الممثلة شهرين ثلاثة وهم رايحين يمثلوا فيلم في اي مكان، في ايه وهم راجعين يخرجها وخلاص. في ايه هي ممكن تلقى طربوش، هو هيغرق في الطربوش ولا يغرق في النكي ولا يغرق في الفلسة ولا الجلبية تاخد. في الزمن اللي احنا فيه ده لا يغرق الا ظاهر. انت ارجع الى العلماء الثقات، العلماء الذين لا يفتون الا بما يرضي الله. يقول لو انا سمعت في التلفزيون فلان يقول كذا، صح ولا لا؟ والله جلست في الجرنان كذب، صح ولا لا؟ لانه والعياذ بالله نحن في هذا الزمان زمان فتنه. من سمع لهؤلاء ضر فهم ربما لا يحرمون شيء، كل حاجة حلال حتى الأمر يوصل إن يجي واحد يحلل من جانب الخمر، يحلل له الخمر، يقولوا لا الخمر المحرمة بتاعت الخمر، بتاعت العنب مش حرام. ومن الممكن أن تجد من يحلل والعياذ بالله الخنزير أو يحلل الخمار أو يحلل أي شيء، نعوذ بالله من غضب الله، أو يحلل الراحة. يقول لك راح تسعى على معيشة الله يسعدك. طب ولو ماشي عن الشيخ مش شهيد عشان بتسعى على رزقه. نعوذ بالله من غضب الله. يبقى نفتش وراهم ولا نفتشوش؟
يستحقوا ان احنا نفتش وراهم وهم يفتون بمثل هذه الاقاويل وبمثل هذه الفتاوى التي ربما لا يقبلها الصغير قبل الكبير. يستحلون الشرف اللي هو قلنا الزنا الحرير والخمر والمعازف. نعوذ بالله من غضب الله ان نكون ممن يسمع أو ينصاع بمثل هؤلاء. اجعلنا الله وإياكم ممن يسمع ويطيع لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم اجعل القبور عليهم روضات الجنات ولا تجعلها حفرا نيران. اللهم ثبتهم عند السؤال. اللهم اغفر لهم. اللهم ارحمهم. اللهم اجعلهم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم اهلك اعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم انزل علينا رحمتك وارفع عنا سخطك وغضبك واجعل اخر سلامنا من الدنيا لا اله الا الله. وجزاكم الله كل خير.